السلام عليكم. أهلا بيكم في تاني حلقة من سلسلة حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وورلد. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن 5 مبادئ للأمن السيبراني وواحد ما نقربش منه خالص. في حلقة النهاردة هنتكلم عن CIA، ولا مش بتوع المخابرات يا حدق، هي confidentiality, integrity and availability. خلونا نبدأ بأول واحدة وهي الكونفيدنشياليتي. ببساطة الكونفيدنشياليتي هي إزاي أخلي البيانات بتاعتي محدش يقدر يقراها أو يفتحها غير الناس الأوثنتيكيتد والأوثورايزد بس. ونقدر نحقق ده عن طريق تو تكنولوجيز مهمين. تعالوا بينا على اللايت بورد نشوف شوية أمثلة ونشرح الكونفيدنشياليتي ماشية إزاي. أول واحدة وهي الاكسس كنترول، وهي بتكون عن طريق الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن. فالاوثنتيكيشن بيجاوب على سؤال انت مين يا عم انت، والاوثورايزيشن طيب هو انت اصلا مسموح لك تعمل ايه بالظبط. تعالوا نشوف مثال عن ازاي ده ممكن يكون بيشتغل. فلنفترض ان الراجل الطيب ده هو الاوثرايزد يوزر، مسموح له ان ياكسس الداتا اللي قدامنا دي من فيديوز، فايلز انكريبتد او هايلي سنسيتيف فايلز، بيانات على سيرفر معين او على ويب سيرفر، بيانات على داتابيز، كل ده مسموح له ان هو يدخل عليه يشوف. فهو اول ما هيجي ياكسس البيانات دي هنشوف الاول هو مين، فهنعمل له الاوثنتيكيشن. ممكن نعمل له الاوثنتيكيشن ده using multi factor authentication. والمالتي فاكتور اوثنتيكيشن هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في الايدنتيتي وورد. في الخطوه دي هو بيثبت هويته عن طريق حاجتين من 3 حاجات: يا اما something he knows، يا اما something he has، يا اما something he is. something he knows حاجة هو عارفها زي الباسورد. something he has حاجة معاه هاردوير زي توكن. something he is حاجة بتمثله هو شخصيا، يا اما بصمة ايده يا اما بصمة عينيه. واول ما اول خطوة دي تنجح ويثبت هويته للسيستم بتاعي، خلاص كده هو عدى من اول مرحلة. تاني خطوة واللي ممكن نزودها عشان نزود السكيورتي وهي ال R back. وال R back هي اختصار Role Based Access Control. بكل بساطة أنا بقول له مش عشان أنا عرفت أنت مين يبقى هسيبها لك سبهللة سبهللة وسداح مداح، لا، لازم أعرف أنت مسموح لك بإيه بالظبط جوه السيستم. فلازم دلوقتي أروح أشوف إيه هي الصلاحيات بتاعة الراجل اللي جاي ده واشوفها تمشي مع اللي هو طالبه ولا لا. يعني هرجع للاوثرايزيشن ليست بتاعت الراجل ده اللي عندي على السيستم واشوف اللي هو طالبه ده بيماتش مع اللي موجود عندي ولا لا، ولو بيماتش خلاص يا سيدي خد اللي انت عايزه. لو عندك في الخطوتين دول في الاوثنتيكيشن وفي الاوثرايزيشن، الاوثنتيكيشن using multi factor authentication والاوثرايزيشن using role based access control، دلوقتي اقدر ادخله على الداتا اللي هو عايزها، سواء عايز اكسس encrypted فايل، عايز يشوف فيديو، عايز اكسس فايل او اكسس ويب سيرفر، عايز اكسس داتابيز. كل ده في الحالة الطبيعية. طب خلينا نشوف لو الراجل الشرير ده هو اللي بيحاول يأكسس على السيستم بتاعي. الراجل ده لا هو authenticated ولا هو authorized. طيب لو نفترض ان هو authenticate بطريقة ما، مش هيعدي من الاوثرايزيشن، تمام. فهو في الحالتين يا مش هيعدي من الاوثنتيكيشن من الاول خالص لان هو معهوش يوزر نيم وباسورد، ولو جابهم مش هيبقى اوثورايزد عشان هو ملوش اي اوثوريتي على السيستم بتاعي على الابلكيشنز اللي عندي جوه.
ففي الحالتين أنا مأمن نفسي. بالطريقة دي إحنا بنحمي الconfidentiality بتاعة الdata عن طريق الaccess control. طيب في طريقة تانية نقدر بيها نحمي الconfidentiality وهي الencryption. خلونا ناخد المثال الجميل ده. عندنا الراجل الطيب اللي على الشمال ده عايز يبعت فايل للراجل الطيب اللي على اليمين ده. فاحنا مهمتنا ان الراجل الشرير ده ما يشوفش الفايل اللي انا بحاول ابعته للديستنيشن بتاعتي. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ الراجل ده هياخد المسج بتاعته وهيعمل لها encryption using الانكريبشن كي ده. تمام. فالمسج دي هتطلع من clear text لايه؟ لسايفر تكست بعد الانكريبشن. فاي حد هيبص عليها في النص مش هيفهم اي حاجه، وهتروح للراجل التاني. فلنفترض ان الراجل التاني ده معاه نفس الكي، وصل له نفس الكي بطريقه ما. بغض النظر عن الطريقه هنشرح طريقه ان هم بيشيروا بيها السيمتريك كي في الكريبتو وورلد ان شاء الله. ولو تفتكروا في الحلقه بتاعه التي ال اس فيرجن 1.2 انا شارح ازاي شيرد سيمتريك كي بيتم استخدامه في التي ال اس نيجوشيشن في الاخر بعد ما بيحصل حاجه في الاول. لو عايزين تعرفوا التفاصيل روحوا لحلقه التي ال اس 1.2 هتعرفوا فيها التفاصيل اكتر من كده. دلوقتي صاحبنا ده معاه الرساله بعد ما عمل لها ديكريبشن بالسيمتريك كي اللي معاه ويقدر يقراها. تمام. الراجل الشرير ده اللي لسه مكشر معهوش اصلا الكي ده، فكل اللي هيشوفه هي رسالة سايفر تكست انكريبتد ما يقدرش يقراها خالص. وهم دول الطريقتين اللي احنا بنستخدمهم عشان نحقق الكونفيدنشياليتي: الاكسس كنترول والانكريبشن. بعد ما اتكلمنا عن الكونفيدنشياليتي دلوقتي خلونا نشرح تاني ضلع في المثلث بتاع السي اي اي وهو الانتجريتي. من الاخر الانتجريتي يعني انا بتاكد ان الداتا بتاعتي ما تلعبش فيها، ما تغيرش فيها اي حاجه من غير ما اعرف. فعن طريق الانتجريتي بقدر اعرف الداتا بتاعتي دي اقدر اثق فيها ولا لا. يلا بينا نايت بورد نفهم الانتجريتي شغاله ازاي. خلونا نشوف كم مثال للكلام ده. فلنفترض ان احنا عندنا الراجل الطيب ده وهو دخل على السيستم بتاعنا، سيستم معين، وعمل لوجن. تمام. واللوجن انتري دي اتسجلت عندي في السيس لوج سيرفر ده. بقى عندي في السيس لوج سيرفر ده ان الادمن الفلاني عمل لوجن على السيستم في الوقت الفلاني. بعد كده عمل شوية اكشن وبعد كده عمل لوج اوت. وطبعا كل ده متسجل عندي في السيس لوج ايفنتس. دلوقتي خلونا نشوف الراجل الشرير ده. هو دخل برضو على السيستم وعمل لوجن. تمام. دخل على السيستم عمل لوجن، خد شوية داتا عمل لها كوبي من الداتابيس. بعد كده طبعا هو مش عايز حد يعرف هو هبب ايه. فاللي هيعمله ان هو هيعمل privilege escalation، هيقلب نفسه يبقى سوبر يوزر وهيحاول يمسح الايه السيستم ايفنت لوجز بتاعته اللي على السيسلوج سيرفر عشان محدش يشوف ولا يعرف هو عمل ايه بالظبط. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. اللي احنا محتاجينه دلوقتي هي طريقة نعرف بيها ان السيسلوج سيرفر انتريز دي تمام نقدر نثق فيها ولا لا، ونعرف ان فيها حاجة اتغيرت او انتريز اتغيرت او اتمسحت ولا لا. والتكنولوجيز اللي احنا بنستخدمها عشان نتأكد من الانتجريتي بتاعة الداتا او البيانات اللي عندنا هم
الديجيتال سيجنتشر، تمام، والمسج اوثنتيكيشن كود. وهنتكلم عن الديجيتال سيجنتشر والمسج اوثنتيكيشن كود ان شاء الله بالتفصيل في الكريبتو وورد. الاتنين دول انا بستخدمهم عشان اعرف لو قارنت من اتنين لوج ريكوردز اقدر اعرف لو حد لعب في الداتا ولا لا. تعال اديكم مثال تاني كده، هحكي لكم قصة صغيرة. تخيل كده انك صاحب محل جزم كبير وعندك دفتر يومية بتسجل فيه كل المشتريات، كل الفلوس اللي خارجة وداخلة. وانت عشان تأمن نفسك من اي تلاعب في الدفتر بتكتب كل حاجة بقلم جاف ما بيتمسحش. لا وايه كمان، كل ما بتكتب اي مشتريات او اي مصاريف جديدة في 1000 واحد حوالين العالم شغالين معاك بيسجلوا نفس المعلومات في الدفتر بتاعهم. يعني مثلا لو المحل بتاعك ده في يوم من الأيام ولع، تمام، فأنت متأكد مليون في المية إن في 999 نسخة حوالين العالم فيهم نفس المعلومات اللي كانت عندك اللي أنت مسجلها، ومفيش ولا جزمة اتسرقت من عندك. وده المثال بتاعنا وهو البلوك شيننج. آلاف الأشخاص حوالين العالم بيسجلوا نفس البيانات ومفيش حاجة فيهم ينفع تتمسح أبدا. تعالوا بقى نشرح مفهوم البلوك تشيننج ماشي ازاي بالظبط. جوه البلوك دي يبقى فيه 3 حاجات. بيبقى عندك الداتا، بيبقى عندك الهاش بتاع البلوك، وعندك الهاش بتاع البريفيوس بلوك. بيبقى عندك داتا والهاش بتاع بلوك والهاش بتاع البلوك اللي قبليه. فأي حاجة جوه البلوك لو اتغيرت هتخلي الهاش بتاع البلوك يتغير، ومنها نقدر نعرف ان في حاجة حصلت. اهم جزء في البلوك تشيننج، تمام، هو الهاش اوف بريفيوس بلوك. تعالى ناخد المثال ده. فلنفترض ان انا عندي بلوك 1، عندي بلوك 2، وعندي بلوك 3، تمام، بغض النظر عن الداتا. تمام، الداتا دي فلنفترض في الاكزامبل ده هو سندر وريسيفر بيكستشينجوا بيتكوينز، تمام. فلو هفترض ان البلوك 1 ده الهاش فاليو بتاعته، تمام، هي 1 اي بي، تمام، والبريفيوس هاش، تمام، هنا انا مفيش بلوكس قبليه فالبريفيوس هاش هيبقى زيروز. طيب بلوك 2 هيبقى ليه برضه هاش، فلنفترض ان هو 2 اكس زد، والبريفيوس هاش هنا هيبقى مين؟ هيبقى الهاش بتاع البلوك اللي قبليه. فبلوك قبليه واحد الهاش بتاعه كان ايه؟ كان 1 اي بي. وبلوك 3 هنا الهاش بتاعه فلنفترض ان هو 3 واي دي، والبريفيوس هاش هيبقى 2 اكس زد اللي هو الهاش بتاع بلوك 2. فنفترض ان الهاكر غير حاجة في بلوك 2، تمام، غير حاجة في بلوك 2، أي حاجة غيرها في بلوك 2، ده هيغير مين؟ هيغير الهاش. الهاش ده هيتغير، ما بقاش عندي نفس الفاليو اللي هي 2 اكزات. ده هيخلي البريفيوس هاش اللي في بلوك 3، البريفيوس هاش فاليو او البريفيوس هاش بلوك، تمام، مش بتماتش مع الهاش اللي هو اللي بتاع بلوك 2 اكشلي. فده هيكسر التشين اللي ما بين بلوك 2 وبلوك 3، ومن هنا نقدر نعرف ان في integrity violation.
طيب بعد ما خلصنا confidentiality والintegrity تعالوا نروح للضلع الثالث وهو الavailability. كلمة availability معناها إن السيرفيس أو السيستم بتوعي مفروض يبقوا متاحين دايما للأوثرايزد يوزرز وقت ما يعوزوها. يلا بينا تاني آخر مرة على اللايت بورد نفهم الافيلابيلتي ازاي نحققها. طيب دلوقتي خلونا نروح للضلع الأخير من ال CIA وهو ال availability. كلمة availability معناها إن السيرفيس أو السيستم المفروض يبقى متاح دايما للأوثرايزد يوزر لما يحتاجوها. خلونا ناخد المثال ده نشوف الدنيا ماشية ازاي. فلنفترض إن احنا عندنا الراجل الطيب ده راح يخش على الويب سيرفر ده يعمل شوية ترانزاكشنز، تمام، وطبعا جاله الريزلتس اللي هو عايزها. ده اللي احنا عايزين نشوفه بيحصل، بس طبعا اكيد دايما في خازوق. فلنفترض ان الراجل الشرير ده هيجي ويبعت ترانزاكشن للسيرفر، هيبدأ يبعت ترانزاكشن للسيرفر ده. هل لو بعت ترانزاكشن واحد هيحصل حاجة؟ ما يجراش حاجة، عادي. لا بعت ترانزاكشن مفيش اوثنتيكيشن هيترمى بره، تمام. ولكن هو هنا مش هيقف على كده بس، لا ده هيبعت واحد كمان، وهيبعت واحد كمان، وهيبعت واحد كمان، وهيبعت واحد كمان. Another one, another one, another one, another one. وهيفضل يبعت في ريكوستات لحد ما يغرق السيستم ده بريكوستس كتير في وقت قصير جدا، بحيث ان السيرفر ده اصلا ما يقدرش يرد. وطبعا دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة اسمها ال denial of service، عشان السيرفر دلوقتي مش قادر يرد على كمية الريكوستات دي، وفي نفس الوقت هو بعت له ريكوستات كتير أدت إن هو مش قادر حتى يخدم على الراجل الطيب ده اللي هو عايز ريكوست واحد بس. فده مثال عن الدوس اتاك أو الدينايل اوف سيرفيس. تعالوا نشوف مثال كومبلكس معقد كده شوية. تخيل كده لو ضربت الراجل الشرير ده في 100 أو في 1000 أو حتى إيه إيفن في مليون أو أكتر من كده كمان. تخيل كده ان الراجل الشرير ده، تمام، خد كنترول على كل الاجهزه اللي في النتورك اللي السيرفر ده موجود فيها. يعني خد كنترول على السيرفر ده، خد كنترول على السيرفر ده، وخد كنترول على السيرفر ده او البي سيز دي. دلوقتي الراجل ده متحكم فيهم كلهم. ونفترض ان هو خلاص الناس دي بقوا اتباع للراجل الشرير ده، فيقدر يخليهم يبعتوا نفس الحاجة في نفس الوقت، تمام، للسيرفر ده بكوماند واحد بس هيقدر يبعته لهم. هيقدروا يكسكيوتوا كمية ريكوستات لنفس السيرفر. فهو ما أول ما هيبعت الكوماند ده لكل البي سيز دي هتبدأ تبعت ريكوست للسيرفر من كل حتة، وطبعا بطريقة سريعة. فالسيرفر هنا هيموت أكتر أصلا من الموتة اللي ماتها في الأول في الدوس أتاك، تمام، وتقريبا ممكن ما تقوملوش كوما. طيب الاتاك ده اسمه ايه؟ اسمه distributed denial of service، لان انا عندي كذا حته جاي لي منها الاتاك، فعشان كده اسمه distributed denial of service. والاجهزه دي بنسميها او بنقول عليها botnet. دي botnet. طبعا في امثله كتير عن الديدوس، انا بس شرحت لكم مثال منهم وهو الديدوس عن طريق البوتلت اللي بتبعت مجموعه كبيره جدا من الترافيك او الريكوستات للسيرفر عشان ما يقدرش يخدم على الليجيتمت يوزر. في مثال تاني مثلا اسمه السن فلود اتاك. اللي بيحصل في اي نورمال كوميونيكيشن ان في الاول
ان هي فنفترض ان هي تي سي بي كونكشن، ان في 3 واي هاند شيك. فالكلاينت يبعت سن، السيرفر يرد عليه بسن اك، والكلاينت يرد عليه باك. فدي 3 واي هاند شيك. طيب خليني اشرح لكم مثال صغير كده او تشبيه. تخيل كده انت قاعد في بيتكم وحد خبط على الباب، انت قمت رايح تفتح الباب، تمام، متوقع ان في حد واقف على الباب، هتشوفه، تمام، المفروض يكون في حد واقف على الباب. فتحت الباب ما لقيتش حد واقف، فضلت واقف مستني، تمام، وبعد كده قفلت الباب ورجعت تقعد. طيب تخيل ان انت قاعد في بيت، والبيت ده فيه 3 ابواب، تمام، مع كل سن بتتبعت اكنها حد بيجي يخبط على باب منهم ويمشي، فانت ايه، ترد عليه بسلقاك، اللي هو بتقوم تفتح الباب بس ما مش بتلاقي حد، فبتفضل واقف شوية قدام الباب مستني حد يرد او حد يجي. ده في عالم الاي تي او في عالم التي سي بي اسمه هاف اوبن كونكشن، تمام. يعني انا ببقى الكلاينت بيبعت سن، تمام، السيرفر بيرد عليه بسن اك، تمام، وايه، الكلاينت راح ايه، حالق له. فدي اسمها هاف اوبن تي سي بي كونكشن. فتخيل كده اللي انا عندي مثلا بوتنت، تمام، البوتنتس دي قعدت تفتح تي سي بي كونكشن مع السيرفر ده، تمام، هاف اوبن كونكشن، بحيث عملت كونسامشن لكل السيشنز اللي على السيرفر ده، تمام. فهو كده مش قادر يالوكيت اني نيو سيشن للليجيتمت يوزرز عشان يخدم عليهم. فانا كده انا فتحت كل السيشن الافيلبل اللي على السيرفر عندي، بحيث اخليه اوت اوف سيرفيس، ما يقدرش يخدم على اليوزرز الاوثرايزد بتوعه. طيب الطريقه المنطقيه عشان احمي نفسي من الاتاك ده هي طريقة بسيطة قوي. ممكن مثلا تقلل السيشن تايم اوت، اللي هو انا لما اروح افتح الباب هقف كام ثانية وهقفل الباب تاني، فبكده انا ايه، ما حجزتش السيشن دي لمدة طويلة. ممكن ثانية، ثانية او ثانيتين، طبعا مش ثانية او ثانيتين، انا بضرب اي رقم، بس هيبقى قليل بحيث ان انت ايه، ما تبقاش افكتد قوي بالسن فلود اتاك. وده مثال تاني للايه، للدوس اتاك. طبعا في امثله كتير تانية زي مثلا الريفليكشن اتاك، بحيث تبعت انفورميشن لحد تاني، تمام، وانت بتبعت تعمل سبوف للسورس اي بي ادرس بتاعك، بحيث ان الريبلاي اما الديستنيشن تيجي ترد على التارجت بتاعك اللي انت اصلا كنت مستهدفه، تمام، بدون الدخول في تفاصيل يعني. طيب اللي احنا لازم نعمله، اللي احنا لازم نحمي السيستم بتاعنا دايما، ونتاكد دايما ان هو افيلبل للاوثورايزد يوزر لما يجوا يحتاجوا. في الاخر لو انت شغال على اي تي بروجكت، من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها كسكيورتي بروفيشنال، انك تغطي كل الاساسيات. عشان تغطي كل الاساسيات لازم نظرك دايما يبقى على السي اي اي، الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي. لازم تسال نفسك 3 اسئله مهمين: هل انت حققت الكونفيدنشاليتي في البروجكت بتاعك، بحيث السنسيتيف داتا بتاعتك متاحه بس للاوثرايزد يوزرز ان هم يشوفوها؟ تاني سؤال: هل انت محقق الانتجريتي في السيستم بتاعك، بحيث لو حد لعب في الداتا بتاعتك تقدر تديتكت حاجه زي كده، وتقدر تحط الكاونتر ميجرز عشان الكلام ده ما يحصلش؟ هل السيستم بتاعك دايما افيلبل، وفي باك ابس للسيستم بتاعك عشان لو حاجه حصلت لك كومبرومايز يقدر يبقى في باك اب، يقدر يسيرف اوثرايز يوزرز وقت ما هم عايزين؟ لو كل ده انت حققته 100%، تمام، يبقى انت كده في السليم، والسيستم بتاعك حقق السي اي اي. كده نكون خلصنا تاني حلقة من سلسلة حرص من الهاكرز ان السايبر سيكيورتي وورلد. استنوني الجمعة الجاية ان شاء الله من حلقة جديدة من سيكلول از سيرفيس. السلام عليكم.